السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. زهقنا من وصفات الجلاش العادية، هنعمل النهاردة جلاش حلو بالمكسرات على الطريقة التركية. وصفة سهلة وسريعة وطعمها خطير وجديد. أول حاجة معانا لفة من الجلاش بنفردها، وطبعا لو هي متفرزه عندنا بنطلعها، بتاخد درجه حراره الغرفه قبلها بكذا كذا ساعه، وبنغطيها بالفوطه علشان عبال ما نخلص وصفتنا ما تكونش نشفت مننا. ومعايا تقريبا كوبايه الا ربع من السمنه السايحه، سايحه لكن مش سخنه. بجيب القالب بتاعي وببتدي ان انا ادهنه بالسمنه. السمنه هنا اختياريه، ممكن نباتي ممكن بلدي، طبعا البلدي بتدي طعم احلى، لكن المتوفر عندكم نباتي او بلدي براحتكم. بنمسك ورقة ورقة ونبتدي ان احنا نحطها في الصينية بتاعتنا، وندهن ما بينهم سمنة علشان التوريقة كده بتاعة الجلاش تبقى طعمها حلو، يبقى مورق مش معجن او لازق في بعضه. ونظبط بقى الورقة على قد الصينية، نقعد نتني كده في الاطراف ونظبطها عشان يبقى شكلها حلو ولطيف، وندهنها برضو كويس بالسمنة. النص كيلو بتاعي انا قسماه على 2، يعني عديت الورق بتاعه وهقسمه على 2 عشان يبقى شكله حلو ومتظبط، النص تحت والنص فوق. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. عملنا قبل كده كذا وصفة برضو من الجلاش الحلو، هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف او في الديسكريبشن. بدهن بقى كده ما بين كل الورق. وعندي بقى هنا خلصت كده النص الاولاني، فهحط الحشوة بتاعتي. عندي مكسرات مجروشة على زبيب احمر على زبيب اصفر، والحشوة هنا اختيارية، ممكن تحطوا مثلا قشطة كدابة او كريمة السميد، او تحطوا سوداني بس، او جوز هند وزبيب بس، يعني حسب اللي انتوا حابينه. وهبتدي احط بقى النص التاني من الجلاش بتاعي، وبرضو هدهن ما بين برضو كل ورقة ورقة برضو بالسمنة. وبكون طبعا ده كله وانا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، بسيبه يسخن عبال ما اخلص الصينية بتاعتي. وبدهن وشها كويس، وبنقطعها طبعا قبل ما تدخل الفرن. اي جلاش لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن. انا قسمتها تقريبا يعني 4 في 3 كده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. وهشوف بقى اول ما تبتدي انها تحمر كده من الجناب، يبقى هي كده استوت معايا. هشغل الشواية بتاعتي من فوق. انا بحطها في الرف الاوسط، وخدوا بالكم عشان ما تتلسعش منكم. طبعا الجلاش بيبقى حساس قوي، ممكن يتلسع بكل سهوله. واول بقى ما تطلع كده من الفرن وهي سخنه، هسقيها بقى بلبن دافي. هحط عليه شويه سكر. النهارده بقى مش هنسقيها بشربات بقى كالعاده، الطريقه التركيه بقى بيسقوها بلبن. هحط عليه 4 معالق من السكر وشويه فانيليا، وهقلبهم كويس. انا استخدمت تقريبا في حدود كيلو الا ربع من اللبن. انتوا ممكن تستخدموا من اول نص كيلو لحد كيلو الا ربع حسب الجلاش بتاعكم وامتصاصه للبن. فخدوا بالكم، يعني انتوا بتدوا من نص كيلو او نص لتر لحد كيلو الا ربع. تحطوا الاول نص كيلو، بعدين تشوفوا هيمتصوا كله، عايزين تاني تزودوا تاني بقيت الربع كيلو، لانه كل جلاش حسب امتصاص اللبن بتاعه. مش قادره اوصف لكم قد ايه كانت ريحته حلوه قوي وجميل، قد ايه كان مورق كده وحلو، قد ايه كان طعمه جديد وحلو وجميل وطري كده. اتمنى تجربوه، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.